عاصمة تركيا؟ الجواب الأول اسطنبول. الجواب الثاني لاكانيا. الجواب الثالث الدوحة. أو الجواب الرابع الله أعلم. كان عندك الجواب الصحيح ابعث SMS على 777 واربح معنا رحلة إلى أنقرة على الخطوط الأفغانية. زينو، علاش ما تبعتش SMS نمشيو نتفرهدوا شوية ونرجع لهي بشعري ونعمل بروشينج وجو؟ أني نطلع في الخطوط الأفغانية؟ إجا نحكي لك على طرفة صارت لصحيبنا كي كان يخدم استوار. يا مدام وين ماشي يا اخي؟ نورمال لابس هكا؟ شنو الساعة الساك هذاك الفيض؟ واه شي همك فيا شنو نلبس؟ وهذيك ساكي بربري شريته من أمريكا. أمريكا؟ ساندي في الكيان الصهيوني؟ سيسالة لاباس، راك تحكي مع ريم البنا. يا سمير ترى ايش اوريها البنا ايش؟ اقف وين ماشي؟ ش عندك فوقك؟ والله لا عندي شيء. هيا بيه تعاد انا روحك يا شيخ. عارف تظل صادق. باش تعلمني في خدمتي؟ راني مونتاليست 10 سنين خبرة، ماكش تشوف النور والصدق اللي خارج من لحيته ومبليس حلف. في حالة سقوط الطائرة الرجاء استعمال صدرية النجاة. شكرا. والله يطلع ينفخ مليح. مدام زي ميدام، مرحبا بكم سور لو فور رقم 207. طاقم الطائرة est passé composé من الكوبيلوت مصطفى بن جعفر والبيلوت حمادي جبالي. نتمنى لكم تري بون ديكولاج. لرأس المال جبان. يا اخي ما فماش حاجة تشرب؟ مقعد كان فانتا قزاز. اي قبلوا الطيارة العبد اللية ولا نطرش قروح. شوفوا مع البيلوت او كما يغادي. يا اخي تعاون فيه. تعرف عليه انا خاف من الفانتا للدرجة هذه. انا ما نجمش نخدم في الظروف هذه، نقدم استقالتي. باهي خلينا نمشي نعاون البيلوت. خليه يعرف يتصرف، هكا ولا هكا ماهيش من صلاحيتك. اجا معايا رايد الركاب خير. زيد ما يعمل كان اللي في راسه. ما تخافوش لاباس فزاعة ما فما حتى شيء يا ولدي، إشاعة ما فما حتى شيء. يا شبالي يحكي معاه انت يسمع كلامك. يا ولدي زايد يحكي معاي، وصلنا للمص بالمقدسات ما عادش فيها عاد. يا ولدي خمم في الركاب، خطاهم وما عندهم حتى دخل. يا اخي شويه يبكي لك زايد لو مصطفى جبان. يا ولدي اختارك من عبد الله. المشكله صحيحه البوليس السياسي وما تلقاهم كان في بنية التجمع. اسمع كلامي نمشي وغادي خير. والله عندك الحق، هاي تعدل بنية التجمع هاي. واه يا اخي شبيه دي معي فارغة البنية متاع التجمع. يا اخي كان البنية ديك فارغة، كانت صوف مخاخ ومقداش فارغة. في منهم مرة شعبوا في المقالة تاع الحبيب ورقيبة في بالهم باش يلقاوها غادي.